مساء الخير. لو انت عايز تتفرج على فيلم لذيذ خفيف كده كوميدي مع العائلة، بنصحك جدا بفيلم شلبي. فيلم شلبي من انواع الافلام الكوميدية الخفيفة كده والموجهة بنسبة كبيرة للاطفال. فيلم شلبي هو تأليف واخراج المخرج بيتر ميمي وسيناريست مصطفى حمدي. الحقيقة انا وداخل فيلم شلبي كنت عارف انا داخل على ايه، يعني من خلال الاعلان وشفت التفصيل تحت الاعلان ان الفيلم ده موجه بنسبة كبيرة للاطفال والعائلة، وفيلم لايت خفيف كده، يعني اللي هو الافلام اللذيذه اللي هتدخل تنبسط منها مش هتتضايق. الصراحه هو ده اللي لقيته في الفيلم بعد ما دخلته، وما اتفاجأتش باي حاجه. الصراحه فيلم حلو جدا جدا. اول مشاهد كده في البدايه هتضحك على كذا مشهد كوميدي، خاصه من حاتم صلاح. الراجل ده الصراحه كان مفاجاه في الفيلم. قصه الفيلم قصه بسيطه جدا، بتحكي عن صبر اللي بيحب العرايس المانيوريت، ويقرر يعمل مسرحيه بالعرايس دي، ومسرحيه تمثيليه وغنائيه. فابتدي هنا القصه ان هو بيحاول يلم فلوس عشان يعمل المسرحيه دي. قصتنا من هنا بتبدأ أحداث الفيلم بنطلق وبنشوف رحلة صابر مع إنه بيحاول يعمل المسرحية دي، وبنشوف أبطال الفيلم الصراحة، يعني خاصة بيومي فؤاد. بيومي فؤاد الصراحة في الفيلم ده كان حلو جدا وعجبني الصراحة، كان كذا مشهد كان حلو جدا. وخاصة يعني حاتم صلاح ده كان بونبونات الفيلم ده، كان رهيب جدا جدا. وكنت الصراحة يعني في كل المشاهد اللي بيطلع فيها أكتر واحد ضحكني في الفيلم ده الصراحة. موهبة قوية جدا وقادمة بقوة. والفيلم الصراحة لذيذ وخفيف جدا، يعني هتضحك وتنبسط، مش هتتضايق، مش هتطلع تقول الفيلم لا وحش يعني تمام. هو فيلم حلو كده، سناكس تطلع مع عيلتك مع أصحابك، خفيف جدا يعني حلو وهتتبسط مني. آخر الفيلم الصراحة بيقدم رسالة حلوة جدا، رسالة إن أنت ما تيأسش وبعد ما توقع تقوم تاني، ويعني لو فشلت تقوم تاني. وحتة الشغف في الحاجة اللي بتحبها، اعمل الحاجة اللي بتحبها حتى لو مش مستني منها مقابل، بس كفاية إن أنت بتعملها بحب. بصراحة الرسالة دي جميلة جدا في الفيلم وانبسطت مني الصراحة. وأداء كل الممثلين الصراحة عجبني في الفيلم جدا، خاصة كريم محمود عبد العزيز. بيفاجئني كل فيلم عن فيلم بصراحة، موهوبة واختياراته قوية جدا الصراحة. دي ضايف حتة تألقه كريم محمود عبد العزيز، خاصة في فيلم شلبي. وحاتم صلاح الصراحة، حاتم صلاح كان أقوى واحد في الفيلم عن جدارة، يعني الفيلم كان حرفيا كل المشاهد الكوميدية بتطلع من حاتم صلاح. يعني الصراحة كان قوي جدا وحلو جدا وتلقائي. أنا الصراحة عندي تحفظ على يعني تمثيل روبي في الفيلم ده. أنا بحس روبي إن هي لما تطلع بنفس كذا فيلم كده ورا بعض، هي نفس الشخصية، نفس طريقة الكلام، نفس نبرة الصوت، مفيش تغيير. حاسس كده إن لما أشوف روبي مثلا فيلم روبي في شلبي، بحس نفس اللي في فيلم أحمد حلمي اللي هو واحد تاني، نفس الطريقة ونفس الكلام. فانا نفسي اشوف يعني روبي فيه تغييرات في الشخصيه، بحس كده مش نفس التمثيل ونفس الكاركتر بشوفه هو في كذا فيلم. وبيومي فؤاد الصراحه كان يعني حلو جدا في الفيلم ده الصراحه، يعني ما حسيتش ان هو افور، لا كان تلقائي جدا. وفي كذا مشهد كان طلع منه شويه ضحك حلوين كده وضحكني يعني. والصراحه كان في الفيلم ده كان دوره كويس جدا يعني، وما حسيتش ان انا متضايق مني. بصراحه كان انا عندي حاجه كده في الفيلم ده، حاسس الفيلم ده كان يطلع منه احسن من كده بكتير. يعني حاسس فيه خاصة مشاهد كوميدية ممكن تطلع حلوة جدا، يعني مشاهد إضافية مثلا، مشاهد تطلع في القصة دي تطلع حاجات قوية جدا وتضحك. الصراحة كنت نفسي يعني أشوف حاجات أكتر في الفيلم ده الصراحة. والفيلم الصراحة يعني عامة أنا عاجبني الفيلم، بس أنا كنت شايف إن ممكن تطلع منه حاجة أفضل من كده. لكن الفيلم الصراحة يعني هو خاصة موجه لفئة كبيرة من الأطفال، يعني هو فيلم للعائلة كلها والأطفال خاصة يعني. والصراحة الأغاني اللي كانت فيه والاستعراضات دي عجبتني جدا وكانت حلوة كده، خاصة كذا أغنية كده الصراحة. يعني أغنية اطلع اطلع الأنفل دي كانت حلوة جدا وعجبتني في آخر الفيلم. والفيلم الصراحة بعد ما تشوفه كده تحسه هو مثالي أكتر عن اللزوم، يعني تحس إن هو عايز مثلا الفئة الأطفال يدخلها دي، تحس الفيلم ده إن هو الأطفال، يعني الطفل يشوف حاجة كويسة قدامه، يشوف كل حاجة مثالية بتعامل الأطفال إزاي مع الأبطال. بتشوف كل حاجة في الفيلم ده كانت يعني حلوة جدا للأطفال خاصة يعني. والفيلم بالنسبة لنا يعني أنا ما اتضايقتش إن أنا دخلت وانبسطت جدا يعني. وحتى خاصة الفيلن بتاع الفيلم، يعني تحس إن الفيلن طالع دور كده اللي هو الفيلن الطيب جدا، اللي هو حاجات زي حاجات ديزني كده وحاجات البر دي كده طيب. حتى يعني الفيلن ما تحسوش إن هو شرير قوي كده، لا تحسه طيب كده، اللي هو دور وفائي ده في الفيلم اللي عمله محمد كلبز. وعامة كده يعني فيلم شلبي بصراحة يعني فيلم لذيذ، دخلته وطلعت مبسوط مني. وبحب مثلا أوجه اللي بيحب أفلام سناكس الخفيفة الكوميدي دي، أحب أرشح له فيلم شلبي الصراحة، ينبسط جدا جدا. واللي ما يحبش الحاجات دي وعايز فيلم قوي، فهو فيلم شلبي مش ليه خالص الصراحة يعني. وتقييم الفيلم شلبي هو 7/10. وأشوفكم على خير. سلام. مساء الخير.